السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة، وهنتكلم النهاردة بإذن الله عن مباراة النادي الأهلي وصن داونز اللي هتبقى في بريتوريا الساعة 3 العصر يوم السبت إن شاء الله. والحقيقة إن يعني قطاع كبير، زي ما قلتش، إن كل جمهور النادي الأهلي يعني خايفين من المباراة دي، وده خصوصا بعد الكوارث اللي بيعملها مارسيل كولر. ويعني الغرائب والطرائف اللي بنشوفها منه في التشكيل في المباريات الأخيرة عموما. وإن يعني آخر مباراة شفنا مارسيل كولر لعبها بشكل كويس كانت مباراة العين الإماراتي. ومن بعد كده يعني من أول السنة أنا ما شفتش وما افتكرش إن حد شاف يعني مباراة كويسة لمارسيل كولر بصراحة مع النادي الأهلي من أواخر 2024 حتى وقتنا هذا. يعني كله عك في عك في عك في عك، ودخول في جدالات مع لعيبة واختلافات، وده طبعا بالإضافة للكوارث اللي حصلت من رحيل أليو ديانج على سبيل الإعارة وأحمد عبد القادر والناس دي يعني. فنتمنى يعني إن ربنا يهدي مارسيل كولر. وزي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، إن أكبر عدو لمارسيل كولر هو كولر نفسه، مش حد تاني. كولر هو عدو نفسه، وأكبر مشكلة بتواجه النادي الأهلي هو مارسيل كولر. وافتكاسات غريبة، وبنشوف حاجات يعني عجيبة بتحصل منه. ده كله مش مفهوم، يعني احنا مش فاهمين انت ليه بتعاند نفسك. احنا حاليا بنسبة 90% احنا خسرنا الدوري، ويعني كان الفرصة الوحيدة ان انت تكسب الدوري ان انت تكسب ماتش بيراميدز، وما شاء الله كان الاداء زي النيلة يعني ما اختلفناش. فما علينا يعني. عليه العوض في الدوري مش مشكلة، كده كده احنا ما بنشاركش في الكاس، ولكن دي البطولة الوحيدة اللي باقية، واللي هتديك بطولة تانية او هتديك المنافسة على بطولتين تانيين. يعني هي البطولة دي هتأهلك لكأس عالم 2029، وهتديك المنافسة على بطولتين تانيين، وهما الانتر كونتيننتال والسوبر الافريقي. بالنسبة لفريق صن داونز، هو فريق قوي على المستوى الهجومي، متوسط على المستوى وسط الملعب، ضعيف على المستوى الدفاعي. عنده حارس جيد، يعني فوق الجيد شوية، لكن مش الوهم اللي احنا متخيلينه. صن داونز 2025 مش هو صن داونز 2019، ولا هو صن داونز 2020، ولا الكلام ده كله. يعني صن داونز 2025 مختلف تماما، كمان حتى بيلعب بتكنيك وبطريقة لعب مختلفة تماما مع ميجيل كاردوزو مدرب الترجي السابق. وده مدرب تكتيكي وبيعرف ازاي يلعب مباريات، وخصوصا المباريات الكبيرة. وطبعا احنا جربنا اللعب قبل كده في غيط العنب اللي هناك، ولكن اعتقد يعني ان المباراة دي مش هتبقى على غيط العنب. بداية بس نظرة عامة عن فريق صن داونز. صن داونز هو متصدر الدوري الجنوب افريقي بعد 23 جولة من الدوري. لعب 23 مباراة، كسب في 19 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في 3 مباريات. متصدر بفارق تقريبا 12 نقطة عن أورلاندو. هو عنده 58 نقطة وأورلاندو عنده 46 نقطة، ولكن أورلاندو لعب 20 مباراة بس، في فرق 3 مباريات. خلينا ناخد تشكيل صن داونز من خلال آخر مباراة أفريقية لعبها على ملعبه، اللي هو ملعب لوفدس فيرسفيلد، كانت قدام الترجي التونسي. وطبعا زي ما انتم شايفين صن داونز كان مكتسح المباراة تماما، نسبة الاستحواذ وصلت 80%، ولكن الترجي كان متكتل كويس جدا وكان بيدافع كويس. والمباراة انتهت بفوز صن داونز بهدف مقابل لا شيء. وطبعا صن داونز لعب بعد كده في ملعب رادس، وترجي اتلغى له هدف غريب جدا وصعد صن داونز وتعادلوا 0-0. لكن خلينا برضو يعني نشوف آخر تشكيلة. ميجيل كاردوزو مع صن داونز بيطبق طريقة 3-4-2-1، وده في البطولة الأفريقية عموما، وخصوصا لما يكون بيلاعب فريق قوي زي الترجي او الاهلي، اللي ما اعتقدش ان هو هيغير في التشكيل كتير. هو كان مدرب الترجي ولعب بالتشكيلة دي وبالطريقة دي، وهو لاعب الاهلي مرتين السنة اللي فاتت، وبرضه يعني هو عارف هيلاعب الاهلي ازاي، وهو مدرب تكتيكي ومدرب كويس جدا. دي تشكيلة سان داونز اللي لعب بيها اخر مباراة ضد الترجي، وكانت المباراة على ملعبه. المباراة اللي هي الذهاب اللي كانت على ملعب سان داونز، مش المباراة العودة اللي كانت على ملعب رادس. المباراة دي انتصر فيها سان داونز 1-0 على الترجي بهدف من
غلطة وهفوة دفاعية، لأن الترجي طول المباراة كان متكتل دفاعيا تماما، ودي الطريقة اللي ما بيحبش يلعب بيها ما بيحبش صن داونز حد يلعبوا بيها، ان انت تتكتل وتقفل. لذلك هنقول طبعا بعد كده في التشكيل بتاع النادي الاهلي ليه اكرم توفيق لازم يبقى هو الباك اليمين للنادي الاهلي. خلينا في نقاط القوة للفريق. اول نقطة قوة هي في بيتر شيرويلي، المهاجم بتاع صن داونز. المهاجم ده مهاجم خطر جدا، ومهاجم قدام المرمى، يعني مهاجم سفاح، ما فيش كلام يعني. من انصاف الفرص بيقدر يحط اهداف، وهيكون مسؤولية رقابته على أشرف داري ورامي ربيعة هتكون مسؤولية صعبة جدا. كمان هو مهاجم سريع بيقدر يسرق المدافعين، وهنتكلم عن الموضوع ده وهنشوف طبعا لقطات بالتفصيل. اللقطة دي قدامنا ان صن داونز بيقدر يلعب على الكرة اللي ما بين الباك والمدافع، مش اللي هي ما بين المدافعين، لا، اللي ما بين الباك والمدافع، بتتلعب في ظهر المدافعين هنا على الأجناب. بيستغل سرعة الأطراف بتاعته أو الاتنين الجناحين والمهاجم، وبيلعب الكرة دي على طول. وهنلاقي إن هما بيلعبوها في مباريات كتير جدا وبتتكرر قدامنا زي ما احنا شايفين. الكرة دي طبعا في مباراة الجيش الملكي وفي مباراة المولودية، وطبعا اللقطات اللي احنا شايفينها دي في البطولة الأفريقية الحالية، مش في بطولات سابقة ولا في الدوري قبل كده. دي طريقة لعب ميجيل كاردوزو، والهجمات اللي صن داونز بيعملها والحاجات اللي هو بيلعب عليها. بنشوف طبعا المهاجم ازاي بيسرق المدافعين ما بين المسافة اللي بتبقى ما بين الباك والمدافع الأساسي. وده طبعا يعني هتبقى مسؤوليته كبيرة على رامي ربيعة وأشرف داري. وهنا بنقول ليه محمد هاني ما ينفعش يلعب المباراة دي. محمد هاني بالذات ما ينفعش يلعب المباراة دي، لأن الجبهة الشمال لصن داونز أو اليمين لينا هتبقى جبهة مؤثرة جدا، ملعب من طرف لطرف تاني. زي الهدف اللي جابوه في الترجي ده، بيتلعب كرة عالية طويلة في ظهر المدافعين ما بين برضو المدافع والباك. وهنا طبعا سوء تغطية تماما 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 من الباك، سواء الباك رايت لفريق الترجي. وشفنا طبعا المهاجم الجناح دخل باص الكرة عرضية، والمهاجم بيتر شرويري طبعا حط الكرة هدف. ده هدف صن داونز في الترجي في المباراة اللي فاتت زي ما احنا شايفين قدامنا. المسؤولية دي طبعا هتبقى لما أكرم توفيق يكون موجود كباك يمين. أكرم توفيق سيء جدا هجوميا، ولكن هو دفاعيا منضبط. زي ما قلنا ان اكرم توفيق سيء جدا هجوميا، ما بيعرفش حتى يرفع كوره، ولكن هو منضبط جدا دفاعيا. وانا مش عايزه في المباراه دي، مش عايزه ان هو يهاجم. انا بالنسبه لي ما بعتمدش على اكرم توفيق ان هو يهاجم، لان هو الاحتياج الاساسي ليه ان هو يكون واقف بيدافع ورا وبيغطي على مع المدافعين، وبيغطي كمان على الاجنحه بتاعه صن داونز، لان الاجنحه بتاعتهم خطيره جدا زي ما احنا شفنا طبعا ان هم بيلعبوا الكوره ما بين الباك والمدافع الجانبي اللي جنبه. طيب دي اول نقطه خطوره شفناها لفريق صن داونز. النقطه الثانيه هي اللعب التمريرات القصيره في العمق. والفريق بصراحه فرقه صن داونز من الفرق اللي بتعرف تنقل الكوره وبتعرف تستفيد بالموضوع ده، وبتنقل الكرة صح، وبتلعب باصات صحيحة جدا وباصات قصيرة، وبتعرف تخترق من العمق بطريقة جيدة جدا. يعني عندهم دقة في الباص. وطبعا احنا الكلام ده شفناه من ايام بيتسو موسيماني، من ايام ما كان ماسك سان داونز، ورولاني مكوينا بعد كده طبعا، واستمرارا الى ان وصلنا الى ميجيل كاردوزو حاليا برضه بيطبق نفس النظام. وهم بينقلوا الكورة بصراحة في العمق بطريقة جيدة جدا زي ما احنا شايفين في الهدف ده. برضو الكورة نقلة التانية التالتة، في الاخر الراجل راح وشاط الكورة بكل سهولة وحطها في المرمى. وده طبعا يعني مش غريب على الفرقة، هي فرقة بتلعب كورة على الأرض يعني كويس جدا، من الفرق اللي بتعرف تنقل كرة على الارض وبتعرف تلعب كرة كويس. مصدر الخطوره في صن داونز الثالث هو مصدر احنا كلنا عارفينه كاهلاويه ومجربينه قبل كده، وبتتمثل في التسديدات من بره منطقه الجزاء. ولاعيبه صن داونز معظمهم بيعرفوا يسددوا تسديدات قويه جدا من بره منطقه الجزاء، وبتتمثل في مورينا وموكوينا، والاثنين دول بيصوبوا تصويبات خطيرة جدا وقوية جدا. وبرضه كيكانا المدافع، واحنا مجربين قبل كده طبعا. يعني نتمنى ان الاستاذ محمد الشناوي تكون ايديه معاه، يعني نتمنى ان هو ايديه يكون واخدها معاه جنوب افريقيا، مش زي كل مرة الكرة تتشاط عليه من نص الملعب تدخل في جون.
نتمنى برضو ان احنا ما نديش فرصة ان هم يشوطوا في الاماكن زي كده، لان هم بيشوطوا من اي مكان تقريبا. يعني الهدف اللي جابه مكوينا فينا قبل كده، الراجل كان شايط الكورة من على الجنب، من بعد نص الملعب تقريبا الكورة دخلت جون. فيعني نتمنى ان احنا ما نشوفش المنطقة الحاجة دي بعد كده، يعني ان هما بيشوطوا من اي مكان ومن قدام منطقة الجزاء بالذات زي ما احنا شايفين كده بالظبط، بيسدد بكل سهولة، وما عندوش اي مشكلة ان هو يسدد من اي مكان، سواء من بره المنطقة، من جوه المنطقة، من على الطرف، من على الجنب، حتى لو من الوسط هو ما عندوش اي مشكلة. دي طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده الاهداف دي بالظبط، هو بالنسبة له مسافة ما في اي زاويه للتسديد اتفتحت هو الراجل بيشوط ما بيترددش. ودي تعليمات عندهم، واحنا برضو لازم نلعب على السلاح ده ونسدد من بره المنطقه. كده احنا اتكلمنا عن نقاط القوة في فريق صن داونز، وهي نقاط يمكن التعامل معاها، وتقدر ان انت تتدارك نقاط القوة دي بان انت تتكتل دفاعيا، وما تسيبش اي مساحات ولا فراغات، وتضغط دايما على حامل الكرة باتنين لعيبة، وتكون المسافات قريبة من بعضها زي ما الترجي عمل في المباراة بتاعته. ولكن كان في غلطة بسيطة من نادي الترجي، وهي هفوة في كورة معينة جابوا منها هدف وخلاص على كده. لكن الترجي طول المباراة هو قدم مباراة تكتيكية جيدة جدا قدام صن داونز هناك في جنوب افريقيا. لكن خلينا بقى نقاط الضعف اللي عند صن داونز، وهي نقاط ضعف كتيرة جدا، وابرزها في الهجوم المرتد. الهجوم المرتد على فريق صن داونز، آه، الفريق اصلا ما بيعرفش يتمركز. يعني المدافعين عنده مدافعين اولا على مستوى السرعه هم مدافعين بطاء جدا، دي نقطه قوه لاشرف بن شرقي ولطاهر محمد طاهر ولحسين الشحات ولجراد يشار ولوسام ابو علي. يعني في حين ان انت مسافه ما هتلعب الكوره الطويله في ظهر المدافعين، فاعرف ان الكوره بتاعتك. ده طبيعي، ده معروف عن صن داونز على طول يعني. بالتالي انت ممكن تستغل الهجمات المرتده من خلال السرعات اللي عندك، الثلاث لعيبه اللي هيبقوا موجودين قدام، سواء اشرف بن شرقي او وسام ابو علي او حسين الشحات او طاهر محمد طاهر او جرادي اشار، ايا ما كان مين فيهم اللي موجود، الثلاثه يقدروا يقوموا بنفس الدور، بحيث ان انت تلعب الكره الطويله لمهاجم زي جرادي اشار يسند الكوره، والسكند تبقى معانا. هما المدافعين عندهم الاربع مدافعين بيبقوا موجودين ورا، ولكن في مسافه كبيره قوي ما بين خط الدفاع وخط نص الملعب. دي تقدر تلعب فيها، يقدر مثلا لعيب زي امام عاشور او قفشه ان هو يلعب في المسافه دي، ويقدر يطلع بينيات ويطلع سرعات ويطلع المهاجمين بتوعه. وفي السرعات انت هتقدر تكسب الموضوع ده. فلازم تخلي بالك وتلعب على الهجوم المرتد والسرعات اللي عندك. على مستوى التمركزات العرضية، ان انت لما تطلع على الاجناب زي ما احنا شايفين كده، هتلاقي عندهم اخطاء كارثيه في التمركز. اللعيبه بتاعتهم ما بتعرفش تتمركز اصلا، هتلاقيهم بيضربوا الاوفسايد، وهتلاقيهم بيتمركزوا غلط. والكوره الملعوبه العرضيه حتى التمركز فيها مع اخر مهاجم جاي من ورا بيكون تمركز خاطئ جدا، واللعيبه مش شايفينه اساسا. فانت ممكن تقدر تدخل، ولو لعيب مهاري هيعدي بكل سهوله جدا من المدافعين دول. نقطة الضعف التانية وهي الكرات الثابتة. الكرات الثابتة صن داونز تمركزهم فيها سيء جدا، واحنا عارفين الكلام ده ولعبنا عليها كذا مرة في مبارياتنا معاهم. سواء في المباريات اللي تعادلنا معاهم هناك فيها مباراتين، مباراة كانت مع بيتسو موسيماني ومباراة كانت مع ريني فايلر، والاتنين جبنا الأهداف بتاعتنا هناك من كورة ثابتة، وكنا احنا اللي بنجيب الهدف الأول، مش كانوا هم اللي بيجيبوا. يعني كنا احنا بنجيب هدف وهم بيعدلوا. كان الهدف الاولاني من علي معلول هناك في ضربه حره، والمباراه الثانيه اللي كانت مع بيتسو موسيماني كان الهدف من ياسر ابراهيم من ضربه ركنيه. فهم على مستوى الكرات الثابته، خصوصا الركنيات والكرات الضربات الحره، هم سيئين جدا. النقطه الضعف الثالثه هي التسديدات من بره المنطقه وتمركزاتهم قدام منطقة الجزاء. التسديدات من بره منطقة الجزاء، الحارس ويليام هو حارس جيد، ولكن هو مش حارس التوب، مش الحارس التوب، مش اللي الناس فاكراه. مجرد ما انت بتسدد له كرة قوية أرضية أو حتى عالية من بره المنطقة زيه زي أونيانجو بالظبط، فهو مش بيتعامل مع كل الكرات. هو حارس جيد في الانفرادات، ودي حاجة معروفة عنه، لكن مع التسديدات هو مش حارس جيد تماما. وزي ما احنا شايفين نادي اورلاندو بايرتس، الهدف بتاعه ده، ده بينم ان هم في التسديدات من بره المنطقه. طبعا الكره غيرت اتجاهها، ولكن في التسديدات من بره المنطقه
والحارس ضعيف، كمان في التمركزات الدفاعية أنت تقدر تمرر الكورة ما بينهم وبين بعض وتنقل الكورة براحتك. هم ما بيضغطوش أساسا، يعني هم ما يعرفوش يعني إيه ضغط. الفريق خطر والكرة معاه، لكن والكرة مش معاه وانت بتنقل كورة كويس، هم مش خطر خالص. ده لا، ده انت تقدر وانت معاك الكورة تقدر ان انت تلعب وتفتح جيم وتجيب اهداف كمان وتعمل اللي انت عايزه، لان هم ما بيضغطوش. فدي برضو نقطة قوة للنادي الاهلي، يجب ان احنا نستغلها. في النهاية نقدر نقول ان المباراة يعني هي في ايديك، انت تقدر تلعب جيم كويس لكن ما تلعبش جيم مفتوح، لانك لو لعبت جيم مفتوح هتأذي نفسك، لان الفريق خطر جدا وهو مع الكورة. لكن انت تقدر تلعب جيم تكتيكي تتكتل حوالين المنطقة بتاعتك، تمنعهم من التسديدات وتمنعهم من انهم يلعبوا الكرات بتاعتهم، وفي نفس الوقت تلعب على المرتدات. والطريقة دي انت ان شاء الله ممكن تكسب بيها، والوداد كسبهم بيها قبل كده هناك. النقطة التانية ان احنا لازم اكرم توفيق هو اللي يلعب باك يمين مش محمد هاني. التشكيل اللي انا احب اشوف بيه النادي الاهلي في المباراه دي هو هيبقى تقريبا نفس الخطه اللي لعب بيها ريني فايلر، وهي كانت خطه مثاليه جدا في المباراه بتاعته اللي كانت في غيط العنب في بريتوريا سنه 2020. وطبعا عملنا جيم تكتيكي كويس جدا، وقدرنا اننا نتعادل بعد ما كنا متقدمين وهم تعادلوا معانا، وصعدنا يومها برضو. وهي المباراة يعني الخطة كانت تقريبا ماشية بان انت بتلعب جيم تكتيكي، ما تسمح لهمش ان هم يدخلوا المناطق بتاعتك ولا ان هم يسددوا من بره المنطقة، ودي نقاط الخطورة اللي عندهم، وما تسيبش ليهم مسافات ورا المدافعين. فهنبدأ انا اتمنى مصطفى شوبير هو اللي يقف، ولكن الشناوي ده هو اللي هيقف، كده كده هيقف هو حارس المرمى. مصطفى العش باك شمال، لان انت ما عندكش باكات شمال خالص. مصطفى العش هو اللعيب الوحيد اللي يقدر يلعب في المكان ده. ياسر ابراهيم، اشرف داري، اكرم توفيق، قدامهم رامي ربيعه كاليبرو، قدامهم مروان عطيه وامام عاشور، وفي الهجوم اشرف بن شرقي، وسام ابو علي او جراديشار، ولو اني افضل جراديشار ولكن وسام ابو علي. وطاهر محمد طاهر. ما اتمناش حسين الشحات خالص 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 خالص، لان طاهر بيقدر ينقل الفرقه وهو لعيب سريع وما بيتفزدكش كتير بالكوره. طاهر ما بيتفزدكش كتير بالكوره، مش لازم ارقص 3 4 عشان اجيب جول، لا طاهر لعيب فعال جدا على المرمى ولعيب فعال جدا لزمايله. ده الطريقه اللي انا اتمنى مارسيل كولر يلعب بيها، واتمنى ان هو يكون اتعلم اي حاجه. الطريقه دي هتضمن لي ان انا دفاعيا هكون قوي جدا، على مستوى خط الدفاع ونص الملعب مش هسيب فراغات قدام المنطقه، مش هسيب مساحات ورا المدافعين، وفي نفس الوقت هيبقى عندي 3 مهاجمين، الثلاثه صراع يقدروا ينقلوا الفرقه، وفي نفس الوقت عندي لعيبه تقدر تصنع لعب. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وباذن الله الفوز يكون معانا، وباذن الله نرجع يعني بنتيجه كويسه ونتيجه ايجابيه. شكرا.